شوف كميه الجنود اللي موجوده مع توفير 3 سبيلات تجميد ضد تصميم معقد للتاون هول 15 ستارز. يا جدعان واحد من افضل لاعبين كلاش اوف كلانس ان لم يكن الافضل في العالم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعت لكم فيديو جديد عن لعبه كلاش اوف كلانس. اليوم معانا هجمات اليابان المجنون ستارز، وهنشوف ازاي بيطبق السوبر هوج رايدر علشان يمسح بيه تاون هول 15 بكل سهوله. هتشوف الهجمات دي ان هو بيمسحها زي اكنها تاون هول 7 عادي يعني. بس في البدايه قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتذكر الله فلا بذكر الله تطمئن القلوب. كمان اللايك الجميل كده وتشترك في القناه علشان وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعايزك تقول لي تحت في الكومنتات مين افضل لاعب رايك في لعبه كلاش اوف كلانس، وهنعمل عنه فيديو ان شاء الله. مستني رايكم في الكومنتات تحت، اقرا كل الكومنتات. ويلا بينا على الفيديو اهو يا شباب. هنشاهد المجنون ستارز وهو بيهجم باستراتيجيه السوبر هوج ماينر، واخد 7 هوج ماينر زي ما انتم شايفين و8 هجم العاديين. نزل الآلة من فوق ونزل بواحد من الجوبلين عشان يشوف الدنيا، نزل بالملكه من تحت، هينزل واحد ساحر على يمينها عشان ينظف لها، وهينزل بالخمسه هيلر طبعا علشان يحمي الملكه بتاعته. تمام، هو كده عايز الملكه تروح في اتجاه التاون هول. نزل بواحده غضب، ادي الملكه ابتدت تروح مع البطله، ونزل اهو واحد من مفجرين الاسوار الخارقين، ونزل الملك علشان ينظف التصميم ويمشي شمال طبعا عشان ينظف الملكه وتخش للتاون هول. طيب والاله هناك شغاله كويس ماشي، بينزل طبعا البنات عشان يكتشف الافخاخ. زي ما انت شايف فعل قدرة الملك بتاعته، نزل واحد من البيبي دراجون طبعا علشان ينظف للملك وبالتالي يخش جوه المنتصف التصميم، وادي ينزل واحد مفجر خارق. زي ما انت شايف البطلة الملكة قايمة بشغلها كويس، بدأت تستهدف التاون هول، نزل واحد بالونات علشان ان هو يقدر يمسح له الدنيا دي. والملك فعلا اتجه للمنتصف زي ما هو عايز، بس للاسف العنقاء هي اللي بتحميه. يا ترى هيقدر؟ هو عايز ياخد الانفيرنو المتعدد ده، بس يا ترى هيلحق ياخده؟ الآلة هناك شايفة شغلها كويس. الملك مات، بس الملكة لسه شايفة شغلها مع واحدة غضب في منتصف التصميم. هننزل ايتي طبعا عشان المورتال اللي فوق ده يقدر يقضي عليه. زي ما انت شايف الملكة فعلت خاصيتها بس هي لسه عايشة، يا ترى هتقدر تقضي له على الدنيا اللي في المنتصف دي ولا لا؟ يضطر ان هو ينزل بالسوبر هوج رايدر والرام الامر ويحط واحدة غضب للملكة معاه اخفاء عشان الملكة قربت تموت. استعمل خاصية الامر المدفعية، ابتدت ان هي تستهدف السوبر هوج. بدأ اللي هو ينزل ماشي، كان هيستعمل الاخفاء ولا التجميد؟ لا لسه ده كله ما اتفتحتش، وخدت له فاليو كبير جدا في التصميم. تمام، بدأ ان هو نزل مفجر سور، وعمال ينزل في الهوج رايدر العاديين. يعني بينزل هوج رايدر على كل دفاع موجود. زي ما انت شايف الدعم طلع عليه في المنتصف، رمى عليه سكليدونات وضع عليه، ودلوقتي داخلين على المنليس وقدر يقضي على المنليس. زي ما انت شايف شوف كميه الجنود اللي موجوده مع توفير 3 سبيلات تجميد ضد تصميم معقد للتاون هول 15 ستارز. يا جدعان واحد من افضل لاعبين كلاش اوف كلانس ان لم يكن الافضل في العالم. طيب كده يا شباب نخش على الهجمه الثانيه ونشوف هيبتديها ازاي اللاعب المجنون ده. اول حاجه نزل من الملكه بجنب من التصميم وراه الهيلارات على طول، ومن الناحيه الثانيه من التصميم اكيد هينزل ببالون، وبعدين ينزل بالملك والاله علشان يحمي طبعا الاله. تمام، بعد كده نزل واحد هوج وواحد يتي، ونزل تعويض السكليتونات عشان الاخفاء دي. تمام، ده هو واخد اللوك لانشر او آلة قذيفه الجذوع، عايز ياخد بالملك وقذيفه الجذوع يقدر ياخد التاون هول من الناحيه الثانيه. الملكه هنا عايز ياخد بيها الانفيرنو المتعدد ويقضي بيها على الملكه هنا. زي ما انت شايف قدره الملك اتفعلت دلوقتي، حط واحده غضب عشان الملكه هنا حالتها تعبانه خالص. زي ما انت شايف طلع عليها تسلاوات وحاجات كتير، فاضطر ان هو ينزل بواحد بالونات علشان يحمي الهيلارات. كل الفخاخ طلعت، يا ترى الملكه هيقدر يحافظ عليها؟ نزل بواحده اخفاء عشان يحافظ عليها، والملكه لسه عايشه بتاعته. نزل واحد بالونات علشان يسحب له اي فخاخ هنا. قدر يقضي فعلا على الانفيرنو، وحط واحد غضب، حط مفجر سور عايز يوصل للانفيرنو الثاني. زي ما انت شايف الملكه عليها ضغط رهيب، يا ترى والدعم خرج كمان وجاي في الطريق. اضطر ان هو يجمد وهيحط سبيل اسمه ده عبيط ده ولا ايه؟ والله ما فاكر اسمه ايه، على الدعم يعني عشان يقضي عليه. زي ما انت شايف الملكه حالتها صعبه قوي، بس هو هناك قدر ياخد التاون هول بالدعم، والملك ماشي وهنا لسه محافظ على الملكه بتاعته. يا ترى هيتاخر؟ فات نص الوقت لسه بدري. نزل بواحد برده من مفجرين الاسوار عشان يفتح له السور عشان ياخد الانفيرنو الثاني. يا ترى الملكه هتقدر تتعامل هنا؟ طلع عليه افخاخ على الدعم على الهيلارات. بعدين نزل بالسوبر هوج، ونزل وراه بالامر على طول، ونزل باتنين من صيادين الابطال والقى عليهم طبعا خاصيه الامر عشان ياخدوا الملكه. زي ما انت شايف السوبر هوج رايدر خطير، ده واخد 7 وبجد بيقضوا على التصميم بكل سهوله زي كانهم مش شايفين حاجه. ده الملكه لسه عايشه فول هيلث بتاعتها، والدنيا بتاعتها تمام قوي. لسه معاه 2 بالونات، هينزلهم دلوقتي ولا ايه؟ لا، نزل واحده غضب في منتصف التصميم كده عشان الهوج يقدروا على الدنيا دي. نزل الاثنين بالونات عشان يقدروا على المدفع الكانون هنا، وادي الهوج العادي بس للاسف مات من فخ الزنبروك. وادي نزل واحد
من مفجرين الاسوار. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ هو كده اللي باقي له شويه جنود، لسه الملوك بتاعته عايشين طبعا ما عدا الملك، لانه خد له فاليو كبير، قدر يمسح القريه وقدر ان هو يمسح بكل سهوله. ايه الحلاوه دي يا ستارز؟ ايه ده؟ بتمسحها زي اكنها تاون هول 7. زي ما انتم شايفين تصميم معقد. فيا ترى هيعمل هو ايه؟ اول حاجه نزل بالملكه من فوق من جنب التصميم، لسه ما نزلش بالهيدرات ولا اي حاجه. هياخد قاذفه اللي هي الحمم. تمام. هينزلها منين؟ هينزلها اكيد ممكن ينزلها ورا الملكه، صح؟ لا، نزل الهيلارات ونزل الملك على شمال الملكه، ونزل الآلة على يمين الملك علشان تاخد له المالتي انفيرنو واللي هو الآمر. تمام. هو كده شكله عايز يخلي الملكه تخش، ياخد بالملك السكاتر وياخد بالملكه فعل خاصيه الملك اهو. هو عايز ياخد بالملكه اسمه ده التاون هول. تمام. نزل واحد من البالونات علشان يطلع اي فخاخ على ويحمي الهيلارات بتاعته. زي ما انت شايف الملك حالته صعبه، قدر يخرج الدعم، هياخده طبعا اكيد بواحده غضب، وطبعا تعويذه السم علشان يقضي عليه. الملك مات والعنقاء ماتت، والسم هيقضي طبعا على الدعم، وواحده غضب على الملك عشان هي بتعاني هنا. زي ما انت شايف فعلا الملكه راحت للتاون هول زي ما انا قلت. هياخد بالانفيرنو، هياخد بالقذيفه الحمم الانفيرنو. نزل واحده اخفاء علشان يقدر يحفظ الملكه بتاعته. قدر ياخد فاليو كبير قوي من التصميم وخد اهم حاجه. بس يا ترى هينزل بالهوجات امتى؟ حدد واحده من اللي هي صياده الابطال عشان تصطاد له الملكه. زي ما انت شايف لسه محافظ على قدره الملكه بتاعته، لسه ما نزلش بالبطله. واحد بالونات طبعا عشان يطلع اي فخاخ. مجنون ستارز ده. نزل على يمين الملكه بالسوبر هوج، ونزل بجنود التنظيف، ونزل بالامر طبعا علشان يحمي الجنود من اي حاجه. المدفعيه هتبتدي تتفاعل وتضرب في الجنود، فيضطر اكيد ان هو يفعل خاصيه الامر في الوقت المناسب فعلا علشان السوبر هوج رايدر. يا سلام بقى لو يحط لهم واحده غضب من اللي معاه، دي هيفرق معاهم قوي. زي ما انتم شايفين داخلين على الاسكاتر، واللي هو احلى حاجه ان الهيلارات ابتدت تتبع الهوجات، فهتحافظ له عليهم. نزل بواحده غضب عليهم وتجميد، والهيلارات محافظه له على صحه الهوجات ومظبطه له الدنيا، وفاضل له بس المالتي انفيرنو ده لو خده مع المدفعيه هيكون خلص التصميم. زي ما انت شايف هيبتدي مجهز هو ايده على التجميد، هينزل الاربعه هوج دول عشان يدولوا على الدنيا اللي هنا. تمام، برافو. لسه معاه بالونات نزل بيها، لسه معاه الملكه وخاصيتها، فاكيد مسح يا جدعان. انا بتكلم على واحد عظمه هنا يا جدعان، اقسم بالله لعيب كلاش وقديم ومتمرس في اللعبه. ايه العظمه دي؟ شوف كميه الجنود، شوف الدنيا دي كلها، لسه فاضل له 20 ثانيه، جنود اكتر من كافيه علشان تقدر تمسح. بجد انا بتمنى ان انا اوصل للمستوى ده في يوم من الايام في لعبه كلاش اوف كلانس. كده يكون الفيديو خلص. ما تنساش تقول لي رايك في الفيديو في كومنت، وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.